يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. النهارده هنعمل العيش البلدي اللي هو العيش الابيض، او العيش احنا بنقول عليه في الصعيد العيش الضلي، وفي ناس بتقول عليه العيش الشامي، على حسب ما انتوا بتقولوا عليه. المهم ان احنا هنعمل العيش البلدي النهارده في البيت. آه، اول حاجه حطيت اللي هي الخميره البلدي، اللي هي بتبقى الخميره اللي هي بتبقى مكعبات دي، مش خميره فوريه يعني. ومعاها حوالي 4 معالق كده من السكر، ومعلقه كبيره من الملح، وشويه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وبدات ان انا ادوب اللي هي الخميره دي، وحطيتهم كده في الطبق. وبعد كده بنزل بميه سخنه، بس مش سخنه قوي يعني، اللي هو على قد ما ايدي تقدر تستحملها. طبعا انا مش بعاير للدقيق ده ميه، على حسب ما بلاقيه العجينه اتعجنت معايا كويس فما بستكفى كده بالميه. لكن ان احنا نعاير ميه للعجينه يعني بتاعه العيش، احنا مش بنعاير له ميه. دولت 4 كيلو من الدقيق. بدأت ان انا نعجنهم. لازم بتعجني بقى بايديك الاتنين، ده ما يعني ما ينفعش فيه عجان، لازم بايديك يعني. لو هتقولي مثلا نعجنه على العجان، لا، لازم العيش اللي هو البلدي بيتعجن كده على الايد. ان العجينه بتاعته بتحب تفضل تخبطي فيها كده شويه، وانت بتعجنيها بتفضلي تخبطي فيها جامد بايديك يعني. هتشوفوا معايا علشان طبعا تدي كده عرج للعجينه، فبتبدا ان انت تفضلي تخبطي كده في العجين بايدك. فالعجينه ما تقولوش مثلا ان هي طريه قوي، لا، هو كده عشان تاخدي يعني عيش ناجح وحلو وكده، فتخليها طريه. اللي هو يعني بصوا هي عامله ازاي. عايزين بقى لما عايزين نفك التكتلات دي، نبدا ناخد كده العجين علينا كده، ونبدا نخبط فيه في الحاجه اللي احنا بنعجن فيها. انا كده كنت بخبط فيه بكل يعني بكل القوه اللي معايا كده، وببدا ان انا اخبط في العجينه جامد. احنا طبعا عند بيت جدي. جدتي جات هعمل عيش، قلت لها لا، لازم اصور الحبايب والمتابعين الحلوين علشان يشوفوا طريقه العيش بتاعتنا. بتهيألي عملته مرة قبل كده على القناة، ودي تاني مرة. فيعني بحب ايام الزمن الجميل ده، اللي هو كانوا الناس بتعمل زمان كل حاجة في البيت، فكل حاجة بتعملها بايديكي بتبقى حلوة. تفضلي بقى تخبطي كده في العجين وتفك في التكتلات بايديكي، ان بتبقى في تكتلات كتير واحنا بقى عايزين نفكها. تبدأي تاخدي كده في العجينة وتخبطي فيها في الطبق. شايفين؟ بفضل تاخدي كده في العجين لغايه ما يفك خالص معاك التكتلات اللي فيه. دلوقتي اهو بعد ما خلاص كده اتعجن هسيبه يخمر. على حسب بقى ما يعني، ممكن ياخد ساعة، ممكن ياخد ساعة وربع، على حسب ما ياخد. ممكن ياخد ساعتين. هو دلوقتي كان خلاص كده ما شاء الله العجينة اختمرت وملت نص الطبق اللي احنا كنا عاجنين فيه. دي السجان رشين فيها نخالة، اللي هي الردة بتاعت الدقيق. وبدأت جدتي دلوقتي هي تقطع، علشان العجينة صراحة كانت طرية، وانا مش هعرف يعني. هي ايدها طبعا واخدة على الحاجات دي فبتعرف، لكن انا لا صراحة ما كنتش هعرف ان انا اقطع قوي. فهي بقت تقطع، جايبة شفشف جنبيها فيه مية، وبتبدأ تحط ايدها في العجين وتقطع وتقطع القطع. اكيد شفته سهل جدا يعني. انا حاولت بعد كده اعمل، لقيت الموضوع ان هو سهل. بعد كده بنبدأ ان احنا نشغل بقى الفرن، وان احنا نبدأ ان احنا ننضفه مكان مثلا تراب، مكان فيه اي حاجة، عشان لما نحط العيش عليه لازم ان احنا بنعمله كده بالفوطة دي. دلوقتي بقى بدأنا اهو ناخد دي اسمها الردافة في الصعيد يعني، عشان اللي ما يعرفهاش. هو لازم يتعمل على الردافة، ما ينفعش يتعمل بالنشابة او اي حاجة. ده بيتعمل كده بالردافة. جنبية على فكرة اللي هو الفرن الصعيدي، اللي هو الفرن اللي هو بالطين، لو حابين ان انتوا تشوفوه ابقى اكتبولي في الكومنتات وانا اوريهولكم. ما شاء الله. شايفين ان انا ببدأ. انا دلوقتي كنت بدخل جوه الفرن اهو. ما شاء الله شايفين العيش بيطلع ازاي؟ ما شاء الله كان حلو جدا. بنبدأ بقى ان احنا نحوشه كده من الصاج من على الردة، ونبدأ نحطه على الردافة دي، ونبدأ نردف يعني. بنمسك بايديك الاتنين، وتبدأ ان انت طبعا بطريقة كده يعني
بتدور ايدك مع الردافه وبيبدا ان العيش يوسع معاكي. ممكن تعمليه لو ما عندكيش ردافه توسعيه كده بايديك شويه وتحطيه على خشبه او على حاجه عشان لما تيجي يعني تدخليه الفرن تسحبيه كده من على الخشبه لو ما عندكيش الردافه. بس هي احسن صراحه يعني حاجه الردافه علشان بتعرف تردف عليها وتوسع العيش كويس. فلازم يكون بقى، والنشو ده اللي هو بتحركي بيه الرغيف شمال ويمين علشان يطلع من الجنب اللي هو ما طلعش فيه. وده اللي هو فرن اللي هو البلدي. يعني في فرن بلدي تاني اللي هو بالطين اللي هو الصعيدي، لو حابين تشوفوه بقى اكتبولي في الكومنتات وانا اوريهولكم. كنت بوريكم الرغيف ده علشان كان بيطلع، واول ما جيت اصوره مرضيش يطلع ويقوم كده. قال لا انا بصور مش هطلع. شايفين بقى الرغيف ده طلع ازاي عشان ما كنتش هصوره. ما شاء الله تلاقي كده العيش بيتنفخ وما شاء الله زي الفل وطري وحلو جدا اهو. بتحركيه كده بالنشو جنب النار، وطبعا النار من تحت طبعا بتبقى مولعه. شايفين ما شاء الله العيش بيطلع ازاي بيتنفخ وزي العيش الشامي بالظبط. هو يعني عيش ابيض، احنا بنقول عليه العيش الضلي، على حسب بقى ما بتقولي عليه. ما شاء الله شايفين العيش عامل ازاي، كان سخن جدا ومش قادره امسك من كتر السخونه. وشايفين النفخه بتاعته وحلو جوي من جوه. بصوا سخن جدا، ما كنتش قادره ان امسكه عشان افتحه لكم واوريه لكم عامل ازاي من جوه من كتر السخونه اللي فيه. ما شاء الله طري وحلو ما شاء الله جميل جدا. يا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، وتعملوا حاجات كمان احلى من كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه